السلام عليكم. جيتكم اليوم مملحات الكورني، اول نوع مملحات لشهر رمضان ان شاء الله. وكما شفتوا عندي 4 سنين ملي شاركت معكم هذه الوصفه اللي جامي نبدلها تاع المملحات الكورني اللي دارت حاله، وكاين بزاف اللي داروها وجابت 8 مليون مشاهده. وصفه سهله مهله وبزاف خفيفه ولازم تخبوها. الحاجه الاولى نبداو بلاطات. عندي كاس تاع الحليب دافي، كاس تاع الماء دافي، نص كاس تاع الزيت، حبه تاع البيض، ومغرف كبيره تاع خميره الخبز، ومغرف كبيره تاع السكر. نخلطوا كلش بالفوين، نغطوا الخليط ونخلوه يتفاعل واحد 15 دقيقه. ما بدا هنا جبت صدر تاع الدجاج اللي كنت رحيته، نجيب في مقله نحط هذاك الصدر تاع الدجاج. تقدروا ديروا بولي اشي، دانت اشي، فيوند اشي كيما حبيتوا. التوابل مكتوبين تحت الفيديو. ضفتهم للدجاج، شويه تاع الزيت، شويه تاع لاموطه، ونحط المقله فوق النار حتى وين يطيب لي هذاك الدجاج. هنا بعد ما تفاعل الخليط تاعي نجي ندير كميه تاع الفارينه، نخلطها غير بالفوي. هنا ندير لها مغرف صغيره تاع خميره الحلوى، واكيد بلا ما نساو مغرف صغيره تكون معمره مليح تاع الملح. نضيف الكميه الثانيه تاع الفارينه ونروح نلمها في البيتخا. اذا شفتوها ما تلمتش قعدوا ضيفوا الفارينه حتى تحصلوا العجينه، خلوها تعجن شويه. هنا بعد ما الدجاج طاب لي راح نضيف عليه الفرماج، وكالعاده نستخدم فروماج تارتينو اوريجينال اللي ديت وحده كويستو اوريجينال نورمال وحده بالثوم. ندخلها مليح مع داك البولي حتى وين يذوب لي داك الفرماج. درت شويه تاع المعدنوس، تقدروا ديروا زيتون مقطع، المايز، ديروا واش حبيتوا. هنايا العجينه بعد ما تعجنت لي شويه نحطها في غيسيبيون ونغطيها ونخليها حتى وين تخمر ويضاعف الحجم تاعها. هنا خليت العجينه واحد 45 دقيقه في بلاصه دافيه. بعد ما خمرت ديغازيتها قطعتها على اثنين. نخدموا بالعجينه الاولى، نديروا الفارينه ونفتحوها. لازم تفتحوها بالطول، المستطيل يكون طويل وتكون العجينه شويه رقيقه. هنا نجي نقطعهم شرائط بهذه الطريقه. شوفوا الشريط شحال يجي طويل. نروح نجيب هنا ليمول تاع الكورني ونجي نرولي بهذه الطريقه. الخدمه بزاف سهله بهم، معناتها تبعوا غير الطريقه، معناتها قعدوا غير تروليو حتى وين توصلوا للفوق وزيروا عليها. نوجدهم كامل في سنيوه، نخليهم يخمروا شويه يتضاعف الحجم تاعهم شويه. ندهنهم بحبه تاع البيض اللي كنت درت لها شويه تاع الحليب. كاين اللي درت لهم ساندويتش وكاين اللي ما درت لهمش. ندخلهم يطيبوا على 180 درجه حتى وين يطيبوا يحمروا مليح. ونعمرهم بهذاك البولي اللي كنا درناه، شويه تاع فروماج غابي من الفوق، وتزينوهم كيما تحبوا وتقدموهم وبصحتكم.